مبدئيا كده القصه دي حصلت حقيقي في تركيا، حتى المنطقه اللي حصلت فيها الواقعه اللي هنحكي عنها لسه موجود ومحدش بيقدر يقرب منها، وده بسبب اللي حصل فيها. حكايتنا هتبدا مع خليل ومراته فايزه وبنتهم هلال وابنهم عمر. حياتهم كانت مستقره لحد ما في يوم من الايام والد خليل بيموت فجاه، والطب الشرعي ما قدرش يحدد سبب الوفاه. في نفس الوقت والده خليل بتتشل، وبرضه الدكاتره ما بتقدرش تفهم سبب الشلل. في البدايه بنلاقي حالتهم الماديه بدات تتدهور وما بيقدروش يدفعوا ايجار البيت اللي عايشين فيه. خليل بيطلب من اصحابه ومعارفه فلوس سلف، لكن للاسف محدش بيرضى يسلفه، مع العلم ان علاقته كانت بالناس كويسه جدا الا ان مفيش حد رضي يقف جنبه في محنته. بنروح لعمر ابن خليل اللي طول الوقت ساكت وخايف. عمر بيقول انه بيشوف جده وجدته في منظر بشع جدا، وانه بيشوف كمان راجل اسمه أرهان. والدته بتديله مهدئات. بعد كده بنلاقيه بيلعب هو واخته هلال لعبه كده زي تخمين. الغريب هنا ان عمر بيقدر يعرف مكان الزهره حتى وهو مغمض عينيه. عايز اقول لك ان الوحيد اللي بيقدر يشوف الجن والشياطين في البيت هو عمر، وهنعرف ليه بعد كده خليل بيحلم ان صديقه اداله الفلوس اللي محتاجها. بعدها بيسمع صوت غريب، ولما بيروح يشوف فيه ايه بيلاقي ابن عمر واقف فوق التربه بتاعه والده. بعد كده خليل بيروح عند التربه وبيلاقي ابنه اتدفن فيها. بيبدا يحفر، وهو بيحفر بيطلع كائن شكله بشع بيعض خليل من دراعه. بعدها خليل بيصحى من النوم وبيلاقي مكان العضه لسه معلم في دراعه. بيدخل الحمام علشان يغسل دراعه، وبيشوف والدته في منظر بشع وهي بتقص شعرها. بيصحى من النوم وبرضه بيلاقي مكان العضه على دراعه. حالتهم الماديه بتتدهور اكتر واكتر. بعد كده فايزه بتقترح على جوزها خليل انه يبيع البيت. بيقول لها خليل مفيش حد هيرضى يشتري البيت علشان التربه اللي فيه، واللي مدفون في التربه دي والده. بعد كده خليل بيعرف ان في غرفه تحت البيت مقفوله، بس رحيمه الخدامه بتقول له ممنوع تدخلها، وانها كانت خاصه بوالده، وممنوع اي شخص يدخلها لاي سبب من الاسباب. خليل بعد كده بيشك ان الغرفه دي ممكن تكون فيها فلوس او كنز والدته مخبيه عليه، فبيقرر يكسر باب الغرفه ويدخل يشوف فيها ايه. في نفس الوقت رحيمه الخدامه بتقول لوالدته خليل هيفتح على نفسه باب جهنم ومش هيعرف يقفله وهيدمرنا كلنا. خليل بيدخل الغرفه اللي هي كانت خاصه بوالده، وبيلاقي مانيكان مكتوب عليها طلاسم سحريه. بيبدا يرفع الستائر اللي موجوده على المانيكان وبيلاقي عليها راس بني ادم. بعدها بيفتح صندوق من اللي موجودين في الغرفه وبيلاقي فيه فلوس وذهب. بعدها بيبدا يسمع صوت صريخ والكهرباء بتقطع، ولما بيبص وراه بيلاقي واحده شكلها بشع وبتقول له اوعى تبيع البيت. بعد كده خليل بيهرب وبيقفل الغرفة. في نفس الوقت فايزة بتلاقي بيضة وقعت لوحديها، وبتلاقي خيال خصلة شعر، ولما بتمسك خصلة الشعر بتلاقي حد مسك ايدها، ودي نفس الواحدة اللي طلعت لخليل في الغرفة. بتقول لها اسمعي يا فايزة، ما بتلحقش تكمل كلامها وبتلاقي خليل جالها وبدأ يهديها. بنلاقي بعد كده عمر بيدعي ربنا انه يخلصه من السحر. في نفس الوقت بنلاقي أرهان جاره بيدعي نفس الدعاء. بعد كده خليل بيصحى فجأة من النوم وبيروح لوالدته الغرفة، وبيقول لرحيمة الخدامة اخرج انت النهارده انا اللي هنام معاها. بعدها بنلاقي خليل بدأ يخنق في والدته. فجأة والدته شكلها بيتغير. خليل بيتخض وبيخرج بره الغرفة، وبيقول لرحيمة انت ايه اللي مخرجك بره؟ بتقول له رحيمة انت اللي طلبت منه وقلت لي انا اللي هكمل معاها اليوم. خليل ما بيبقاش عارف هو جه غرفة والدته امتى وليه. في نفس الوقت هلال بتقوم من النوم وبتسمع صوت ناس بتتكلم. لما بتنزل من اوضتها بتشوف والدها ووالدتها وجدها وجدتها واخوها عمر قاعدين مع بعض وبيتكلموا. خليل بعد كده بينسى فكرة انه يبيع البيت وبيقرر يبيع عربيته. لما بيخرج من البيت بيشوف رحيمة الخدامة واقفة قدام البيت، مع العلم انه سايبها جنب والدته. بيستغرب وبيكلم مراته فايزه وبيسالها اذا كانت رحيمه مع والدته ولا لا، والاجابه انها بالفعل موجوده مع والدته وما خرجتش. بعد كده خليل بيمشي ورا رحيمه الخدامه لحد ما بتدخل بيت شكله غريب. في البدايه بيخبط عليها لكنها ما بتفتحش. بعد كده بتفتح له وبتقول له انا عملت ذنب كبير اتمنى انك تسامحني عليه، وانا راضيه باي عقاب منك. بتقول له والدك كان مريض والمرض بتاعه ما كانش له علاج. بعدها والدتك استدعتني علشان القى عليه تعويذه تخفف مرضه. في البدايه التعويذه جابت نتيجه ووالدك بدا يتحسن، لكن بدات تصرفاته تتغير. بدا ما يكلمش والدتك، وكان طول الوقت قاعد في الغرفه اللي تحت البيت. وفي يوم من الايام والدتك قررت تروح للغرفه، ولما فتحت الباب لقيت جنيه عايشه معاه، جنيه اتجوزها وخلف منها. والدتك شافتها وهي بتتخانق معاه. خليل بيفتكر الشيء اللي شافه واللي كان معاه زي طفل، ودول يبقوا مرات ابوه واخوه. بعدها قررت رحيمه الخدامه ووالدته يعملوا له تعويذه تانية يخلصوا بيها من مراته وابنه. وهم بيعملوا التعويذه ما قدرش يستحمل ومات، وما قدروش يقتلوا الجنيه بس حرقوا ابنها. بعدها قبيله الجن قررت تسيطر على البيت كله ومنعت رحيمه من دخول البيت. واللي كانت موجوده طول الوقت اللي فات ما كانتش رحيمه، كانت الجنيه مرات ابوه، واللي قررت تلازم والدته طول الوقت، وده طبعا بعد ما خرستها وشلتها. بعد كده رحيمه بتقول له انها بتيجي كل يوم وبتتهمني ان انا اللي قتلت ابنها، وانهم اللي قرروا يدفنوا ابوك في البيت، وانهم هيعذبوا والدتك قبل ما يموت كعقابا على اللي عملته فيهم. بعد كده الجن بيحضر لرحيمه وبيخلص عليها، وده طبعا بعد ما قالت سرهم وقالت لخليل على كل حاجه. بعد كده بنلاقي تعبان خارج من قبر والد خليل. بعدها خليل بيقول لمراته احنا
لازم نسيب البيت ده حالا ونقعد في اي مكان تاني، وبقول لها انا لازم اخد والدتي معايا. بعدها الجن بيطلع لوالدته وبقول لها انا مش هخليهم ياخدوكي، انا لازم اعذبك قبل ما اموتك. في نفس الوقت خليل بيدخل لوالدته ويقول لها ما تخافيش احنا هنسيب البيت كلنا وهنمشي. بنلاقي بعد كده عينيه غمضت وفتحت وتحول كانه شخص تاني. بعدها بيروح يصحي ابنه عمر وبنته هلال ويقول لهم احنا لازم نمشي دلوقتي، وبيدخلهم الغرفه اللي تحت الارض. بعدها بيصحي مراته وبيقول لها احنا هنمشي وعمر وهلال مستنينك في الغرفه اللي تحت البيت. بعدها بيربط مراته وعياله وبيقول لهم هم مش عايزيننا معاهم في البيت. في نفس الوقت بيصحى أورهان جارهم من النوم ويقول شيعوا الخبر، بمعنى ان الوقت حان. أورهان بيروح لهم البيت وبيدخل وبيبدأ يقرأ. في نفس الوقت الجنية بتحضر بعد ما خليل جاب مراته وأطفاله في الغرفة. بعد كده بيدخل أورهان البيت وبيبدأ يتكلم عربي ويقول انت فين؟ ايه اللي انت عايزه من طفل لا حول لي ولا قوة. بعد كده أورهان بيدخل على والدة خليل ويقول لها اتكلم معايا. أورهان بعد كده بيحضر الجن وفجأة بنلاقي صوت والدة خليل اتغير وبتقول كلهم لازم يتعذبوا. أورهان بينصدم لما بيشوف قوة الجن وجبروته وكمية الحقد والكره اللي جواه. أورهان بعد كده بيمسكها من رقبتها وبيبدأ يقول طلاسم وآيات قرآنية، وفجأة بنلاقيه دخل العالم بتاعهم. بعد كده بيسألها على اسمها وحكايتها، بتقول له أنا اسمي سفيازين، حرقوا ابني بدون أي سبب. بعد كده بقول لها أنت فتحت علينا عذاب المطر وفتحت علينا جهنم وعذابها. بنلاقيها بدأت تتعصب وأورهان بدأ يقرأ لحد ما بيحرقها. بعد كده بينقلوا من البيت الملعون ده ووالدة خليل بتموت بعد الواقعة بحوالي شهرين، وبكده تبقى خلصت قصة فيلمنا.